السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتي يوميات سودانية في أمريكا. وصباح الخير أينما كنتم ومساء الخير أينما كنتم. الليلة الفيديو بتاعي عاوز أعمل طريقة تحويل الزبدة إلى سمنة. وفي البداية دي المكونات بتاعتي. دي الزبدة هي عبارة عن مربعات أو مستطيلات. وهنا هستخدم الزبادي ده، النوع من الزبادي اللي أنا قاعد أستخدمه. ده هنا حبيت اوريكم النوع من قريب. ده النوع بتاع الزبادي اللي انا قاعده استخدمه. هجيب لي حله وهضيف فيها كل الزبده دي، اكب فيها كل الزبده دي او افرغ الزبده كلها. كل الباكسات دي انا هفرغها اخدها في الحله. هنا قاعده اوريكم ليها. النوع بتاع الزبده ده نوع ممتاز خالص. هنا هفضيها كل الزبده وهاخدها على نار هادئة لحد هي ما تسيح وتغلي يعني او تنجض. هنا هضيف كل مكوناتي، كل الزبدة هنا اضيفتها في الحلة وهاخدها على نار هادئة جدا جدا، اللي هي تغلى على راحتها او تستوي على راحتها. ما متوسط 45 دقيقة يعني. انا خدتها 45 دقيقة، بتاخد 45 دقيقة على نار هادئة. هنا خدتها الحلة في النار. وهنا جيت ليها بعد 10 دقايق لقيتها كلها ساحت. بعد ذاك هضيف معلقتين زبادي. هضيف للزبدة معلقتين زبادي. شلت معلقتين من الزبادي اللي انا وريتكم له في البداية، خديته في الزبدة وهي سايحة. هنا حاولت اقلب فيها ووريكم كل الرغاوي دي كلها حتسيح وحتبقى سمنة ان شاء الله. هنا حبيت اوريكم ليها الزبدة لسه لونها اصفر. وهنخليها تاني تستوي او تغلى. هنا برضو تاني جيت وريتكم ليها بعد ما شوية الرغوة بتاعتها يعني اتضاعفت بقت بسيطة. وهنا بعد ما خليتها نجت على نار هادئة جدا. ده المنظر النهائي بتاع السمنة. هنا ده كل الدهون وكل الموية بتاعتها اتبخرت وهي هنا بقت سمنة. خليتها تبرد. بعد ما بردت اخدت راحتها. جيت كبيتها في العلب دي او القوالب دي محكمة. هكوبها كلها. هي ما شاء الله عملت لي 2 من العلب دي، فما شاء الله يعني عملت لي كتير. اصلا ما كنت اتوقع هتعمل لي كتير. هكوب كل السمنة اللي عندي دي، هكوبها. وريحتها ما شاء الله كانت رايحة في البيت كله، يعني ريحتها كانت حلوة شديد زي السمنة بتاعتنا نحن بنعملها في السودان بطريقة حبوباتنا امهاتنا الزماني. نفس الريحة يعني ما شاء الله ونفس الطعم. دي هنا بعد ما كبيتها كلها وإن شايفين الرواسب تحت بقى لونها بني. هنا الكاميرا ظلماها بقى لونها اسود لكن هي لونها بني اصلا في الحقيقة. هنا كبيتها دي عملت لي 2 علبتين يعني ما شاء الله. هيكفوني ان شاء الله في رمضان يعني استخدم الحلويات والحاجات زي دي. هنا حبيت اوريكم هنا دول علبتين ما شاء الله يعني. فبعد داك بعد ما انتهيت من الزبدة بتاعتي حبيت اشارك معاكم كوباية الشاي بتاعتي. هنا جبت صينية وخديت الكوباية والسكرية وجبت خديت الكوباية والسكرية وجبت السبت بتاعي او القفة بتاعتي دي عجباني شديد. خديت فيها المعمول. حبيت ادردش معاكم في الحتة دي بالذات يعني. كوباية شاي كده على روقان. الشاي ده شربته وانا بعد المغرب لانه كنت بدأت احرم نفسي من الشاي، من شاي الصباح، عشان رمضان ان شاء الله جاي. ربنا يبلغنا رمضان في احسن حال وتصوموا وتفطروا على خير ان شاء الله يا رب العالمين. وربنا يصلح حال البلاد والعباد ان شاء الله يا رب العالمين. هنا كبيت السكر وعم عندي هنا الشاي دي فتلة بتاعت الشاي بتاعت ليبتون. وهنا جبت الموية المغلية وكبيتها وكبيت السكر بتاعي وعملت ميكسد. حبيت أشكر كل الناس اللي دخلت وانضمت لقناتي. شكرا لكم كتير. ربنا يديكم الصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين. وما تنسوني من الشير واللايك والفولو عشان يوصلكم أي جديد. وشكرا لكل التعليقات الحلوة جاتني في الفيديوهات السابقة. هنا بدأت فتحت المعمول بتاعي حبيت أوريكم له. ده المعمول شكله طعمه حلو شديد يعني أنا قاعدة أحبه.